تعرف إن خط الدكتور الوحش بيموت أكتر من 100,000 واحد سنوياً؟ كان في دراسة في معهد IOM اكتشفوا إن أغلب الأخطاء الطبية ناتجة عن البور هاند رايتنج، وهو الخط السيء. وكان في تقرير لمجلة تايم بتقول إن الخط السيء للدكاترة بتسبب في قتل أكتر من 7,000 شخص سنوياً في أمريكا، ما بالك بقى باللي عندنا. وفي دراسة بريطانية بتقول إن الصيادلة والتمريض بياخدوا أكتر من 20% من وقتهم عشان يتواصلوا مع الطبيب ويتأكدوا من المكتوب في الروشتة بس. تفتكر عندنا بقى بيقعدوا وقت قد إيه؟ وفي تجربة في بريطانيا جابوا صيادلة وتمريض وناس عادية وطلبوا منهم إن هم يقيسوا مدى وضوح الروشتات، وكانت المفاجأة أو مش مفاجأة قوي يعني إن الصيادلة هم اللي كان عندهم أعلى نسبة توقع للي مكتوب في الروشتة. ده مش عشان إن هم عارفين خط ولا حاجة، هم بس عارفين السياق، يعني بسبب الخط الوحش ده كله بيمشي بالتوقع. وبرضه أحياناً بيكون السبب حاجة اسمها الإجهاد المعرفي. الدكتور بيفضل طول اليوم يكتب روشتات كتيرة جداً يوميا، ومع ضغط اليوم العضلات بتبتدي تنهار فالخط بيبقى وحش. الحل بسيط جداً، إن إحنا نطبق الروشتات الإلكترونية. والحل التاني هو دور الصيدلي اللي بيراجع ورا الدكتور، واللي إحنا هنا في مصر لاغيين دوره تماماً وشايفين إن الدكتور نبي. الحل التالت إنك تعمل لي فولو ولايك وتستنى الفيديو الجاي. سلام.